ازيكم يا جدعان، اخباركم ايه؟ فيديو النهارده هنتكلم عن ارخص ايربودز ماكس، وكمان هسيب لكم رابط الصفحه اللي انا شاريت منها لان هي بصراحه تستحق الدعم. الايربودز ماكس او خلينا نقول شبيهه الايربودز ماكس، اللي بصراحه صوتها جميل جدا وكمان في نفس الوقت البطاريه بتاعتها حرفيا ممتازه. السماعه بتيجي في نفس شكل الكرتونه بتاعت السماعه الاصليه، ولكن طبعا الخامه بتاع السماعه نفسها اكيد مش زي الاصليه، ان انت هنا ده سعر والسماعه الاصليه بسعر تاني تماما. برضه هنا انت بتاخد نفس الجراب الغريب اللي كنا اتريقنا عليه وقت نزول الايربودز ماكس الاصليه، لكن الفرق هنا ان الجراب ده مش ماجنتيك. في الاصليه الجراب بتاعها بيكون ماجنتيك، هنا الجراب بيقفل بكليبسات. بقى نتكلم عن الصوت بتاع السماعه دي، واللي هنا انت هتحس ان الصوت متضخم شويه. هنا انا بتكلم عن التضخيم من حته انك مثلا بتسمع فويس على الواتساب من واحد صاحبك، هتحس ان الصوت بتاعه متضخم شويه، ولكن الصوت اللي طالع منها لو هو موسيقى وكده فالسماعه هتقدم لك تجربه صوتيه ممتازه على السعر بتاعها. حرفيا البيز اللي بيطلع من السماعه وقوه الضربه اللي بتطلع من قلب السماعه بتخلي السماعه كانها بتتحرك من على ودنك. بالنسبه للسماعه بما انها هيدفون وفيها مخدات، فالطبيعي ان هي بتعزلك عن العالم اللي حواليك. لو انت ماشي في طريق والمكان ده دوشه شويه، كل اللي انت هتعمله انك محتاج بس تلبس السماعه من غير ما تشغل حاجه والسماعه هتقوم لك بالواجب. برضو بما انها سماعه بلوتوث فالطبيعي اللي احنا محتاجينه هنا بطاريه، واحب افاجئك ان البطاريه في السماعه دي حرفيا من افضل البطاريات اللي استخدمتها في سماعه هيدفون. البطاريه في السماعه دي انت حرفيا هتنساها، يعني هتشحن الشحنه بتاعتها وهتنساها. بس اوحش حاجه هنا ان مدخل الشاحن USB عادي، كنت اتمنى ان هو يبقى لايتنينج على الاقل، لان بما اني هجيب سماعه زي كده فاكيد انا عايز اجيب سماعه زي الاصليه او شبهها، فكنت اتمنى ان هي تبقى المدخل بتاع الشاحن بتاعها لايتنينج مش USB. الحاجه الوحيده الوحشه هنا وهي الخامه بتاع السماعه، بعيدا عن ان هي فعلا مرنه شويه وتقدر تحود معاك يمين وشمال، بس السماعه البلاستيك اللي فيها بلاستيك خامته مش حلوه، وكل مره هتفتح فيها السماعه هتحس ان السماعه هتتكسر في ايدك اصلا. في الاخر دي كانت كل حاجه عن شبيهه الايربودز ماكس. السماعه دي سعرها تحت ال1000 جنيه وبس كده. متنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديوهات الجايه. سلام.